السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بحضراتكم معايا في قناتي أكلنا بالمصري. إن شاء الله النهاردة هعمل شربات الحلويات بطريقة سهلة جدا وبسيطة، لكن مش هعمله بالطريقة البيتي اللي كلنا متعودين عليها، علشان الطريقة دي مشاكلها كتير ودايما بنعاني من إن الشربات بيسكر وغالبا بيعمل الحبيبات اللي كلنا بنتضايق منها. هعمله بطريقة الحلواني علشان نعمل حلويات رمضان والحلويات الشرقي كلها بطريقة سهلة جدا ومضمونة. هنقول بسم الله ويلا بينا نشوف الطريقة أنا عملتها إزاي. أنا هعمل شربات لكمية كيلو من السكر. علشان أحدد المية اللي بيحتاجها كيلو السكر، هو بيحتاج حوالي 750 أو 700 ملي من المية. علشان أعمل طريقة سهلة جدا، بختار كوباية بحجم متوسط أو مج الشاي وبملاهم بلتر من المية. ضروري الخمس كوبايات يتملوا باللتر الكامل من المية. طبعا أنا الطريقة دي مش هعملها كل مرة، أنا هعملها مرة واحدة بس، بحيث إن أنا أحدد حجم الكوباية اللي أنا بحتاجه. كمية المية اللي هحتاجها هتكون 3 كوبايات ونص من اللي أنا عايرتهم دول. الكمية الباقية اللي هي كوباية ونص، دول هيكون فيهم عسل الجلوكوز. وكده يبقى انا حددت مقدار المية 3 كوبايات ونص وكوباية ونص للعسل. طيب كيس السكر اللي هو كيلو، لو انا فرغته في الخمس كوبايات هيملأ الخمس كوبايات. يبقى كده المعيار اللي عندي 5 كوبايات من السكر، هيبقى قدامهم 3 ونص من المية وكوباية ونص من العسل. هفرغ ال3 كوبايات ونص من المية في الحلة اللي انا هعمل فيها الشربات، وده المقدار بتاع 750 أو 700 ملي من المية تقريبا. بكده أنا خلصت معيار المية اللي هو 3 ونص. كده أنا بحط النص كوباية، وكده خلاص كمية المية مظبوطة جدا. اللي فاضل معايا هيكون اللي هو كوباية ونص. دول طبعا أنا مش محتاجة المية اللي فيهم، أنا بس عايرت في البداية علشان أحدد الكمية اللي أنا محتاجاها. بعد كده هفرغ المية دي وهملأ الكوباية بالعسل، وهنشوف هنستعملها امتى. بعد كده المفروض افرغ كيلو السكر على المية. لكن انا دلوقتي هفرغه في الكوبايات علشان نشوف مع بعض ان كمية الكيلو بتملى 5 كوبايات. وده كده المقدار اللي انا قلت عليه في البداية. قلت ان كيس السكر ضروري يملى 5 كوبايات، وان كمية المية اللي هي لتر بوزعها في 5 كوبايات. يبقى انا كده قدرت احدد المقدار بتاع السكر وبتاع المية وبتاع عسل الجلوكوز. كده خلاص المقادير عندي كلها مظبوطة. مش هحتاج بعد كده اعمل الطريقة دي خالص. كل اللي هحتاجه ان انا هفرغ كيس السكر وعليه 3 كوبايات ونص من المية والمقدار بتاع العسل. كده انا هفرغ السكر كله على المية، وهعمل خطوة مهمة جدا، اللي هو هدوب السكر على البارد. يعني هقلب السكر وهو في الحلة لحد ما يدوب تماما. ودي برضو حاجة مهمة جدا علشان احنا مش هنقلبه على النار نهائي. وده برطمان عسل الجلوكوز، وانا بجيبه ب10 جنيه من عند العطار او من محلات مستلزمات الحلواني. بفرغ العسل في الكوبايات بحيث ان انا املى بالتقريب الكوباية ونص. طبعا هو قوامه تقيل وبينزل بصعوبة. المعلقتين منه، معلقتين الاكل العادي بتملى النص كوباية. بعد ما هعاير الكوباية ونص، هفرغهم بعد كده على المية والسكر بعد ما ادوبه بالشكل ده. انا هبتدي دلوقتي اقلب السكر لحد ما يدوب. طبعا هو بياخد وقت شوية، لكن احنا مش المفروض ان احنا نقلبه على النار. وانا بقلب اول ما احس ان الحبيبات دابت، ببتدي احط المقدار بتاع العسل واقلبهم مع بعض. ليه بيستعملوا عسل الجلوكوز في المحلات او مع الشربات؟ طبعا هو بيدي قوام حلو قوي للشربات، بيكون قوام مظبوط، يعني الشربات ما بنحسش انه خفيف قوي. تاني حاجة الطعم بتاعه بيكون برضو مظبوط جدا. الشربات ما بيكونش معسل قوي لدرجة انه بيشرق زي اللي احيانا بنعمله في البيت. لما بنعمل شربات تقيل للكنافة او للجلاش، في انواع من السكر بنحس انها معسلة قوي قوي وانا بستخدمها. طبعا الحكاية دي بتكون صعبة شوية في الطعم. اهم حاجة انه طبعا ما بيسكرش وما بيتحولش لحبيبات لما بيقعد لتاني يوم. بالشكل ده انا قلبته كويس والعسل بدأ يدوب في المية.
طبعا انا بضغط بظهر المعلقة علشان احاول ادوبه بطريقة اسهل. هحط الحلة على النار وهسيبها على النار لحد ما تبتدي تغلي. اول ما بتغلي احيانا في انواع للسكر بتعمل رغوة بيكون فيها شوائب شوية، دي انا اقدر اشيلها بالمعلقة اول ما بتظهر على الوش. بسيبه يغلي حوالي دقيقتين تلاتة. بعد كده ببتدي اضيف له ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون، نسبة بسيطة جدا على حرف المعلقة. بعد كده هضيف عصرة بسيطة لنص ليمونة وهسيبه يغلي على النار لمدة 5 دقايق. بعد كده هطفي النار. طبعا الشربات ما ينفعش نسيبه يغلي لحد ما يتقل، كده مش هيبقى شربات بالمقدار اللي احنا عايزينه، هيبقى تقيل جدا بدرجة مش هنعرف نستخدمه. طبعا هنلاحظ وهو سخن انه خفيف شوية، هو هيوصل للقوام المطلوب لما يبرد. مجرد ما يدفى بس هعبيه في البرطمانات. واضح طبعا ان هو تقل شوية، مجرد ما يبرد تماما هيكون مظبوط جدا. هغطي البرطمانات وهشيلها في التلاجة وبتقعد معايا فترة طويلة، ممكن شهرين وتلاتة واحيانا اكتر. وبرضو ساعات بسيبه على المطبخ في الجو العادي، برضو بيقعد فترة طويلة مش بيجراله اي حاجة نهائي. وكمان لو ضاعفنا الكمية وشلناها في التلاجة هنستعملها طول شهر رمضان وبعد رمضان كمان. هيكون الشربات جاهز عندنا بلون فاتح زي ما حضراتكم شايفين، وقوام مظبوط وطعم، وان شاء الله كمان مش هيسكر نهائي. هنستعمله للحلويات بطريقة ممتازة جدا، ان شاء الله هيدينا نتيجة هايلة. الطريقة زي ما حضراتكم شفتوا سهلة جدا وبسيطة، ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم. السلام عليكم ورحمة